للأسف أنا إنسانة ما أبي أنزل مستوى أقل من هذا. لو خليت الطرف الأول بروحه يتكلم وأنا ما تكلمت ولا دافعت عن نفسي فراح يتحسبون، واللي يقول ما يهمك آراء الناس ما مش عارفة إيش، مع الأسف إنه أنا كان شخص في حياتي خلى حياتي كلها في السوشيال ميديا. ومع الأسف البزرنة هذه اللي قاعدة تصير إن كل ما يصير مثلا نزاع بين الزوجين عادي كل الناس تتنازع، بس الواحد ما يروح السوشيال ميديا فمع الأسف الواحد عشان الشهرة يبيه اللي قدامه واللي وراه ويطلع نفسه هو الصح ويخلي الطرف الثاني هو الغلط. وأنا ضد الواحد اللي يقعد يسوق الشرف باسم دولة ما وهو أصلا ما ينتمي لها غير الجواز، بس الأصل فلسطين. أنا أرجع وأقول إن عيب الواحد إنه طيب المرأة لو أخطأت يقدر يحاسبها زوجها في بيتها وليس بالسوشيال ميديا. مثلا أنا نزلت السناب يمكن أزعجه فخلاص فالواحد يتفاهم وديا في البيت وليس في السوشيال ميديا. فطبعا البداية كانت من هذا المسج. فليش الواحد لما يربي زوجته يربيها بينه وبين نفسه، مو لازم انه يحط انه انا ترى. والواحد اللي يتكلم عن العادات والتقاليد والدين، ايش الدين هذا اللي كل الصفحة كلها تفسخ في تفسخ واغراء للمراهقات مساكين بنات ومعليش كل